النهارده في تطورات فيها. امبارح اتكلمنا عن مشكله حصلت ما بين مجموعه من المسلمين ومجموعه من المسيحيين في عين شمس. النيابه النهارده استمعت لاقوال 8 متهمين نفوا وجودهم في المكان، واستمعت ايضا لاقوال 10 من افراد الشرطه، والنيابه قررت حبس المتهمين الثمانيه حيث وجهت لهم تهم اثاره الشغب والتجمهر ومقاومه السلطات. الحقيقه في تعليقات كتير جدا جات لنا في برنامج 90 دقيقه امبارح حول هذا الموضوع، من بينها ان المكان اللي حصل فيه الخلاف الناس تصلي فيه احسن، بدل من انه يتحول لوقر لتعاطي المخدرات او لدعاره. وناس تانية قالت ان اعداء بيحاولوا تمزيقنا داخليا والهاء الشعب بقضايا داخليه. ناس قالت رأي آخر، المصنع المهجور يتحول لمسجد أو لكنيسة أفضل من أن يكون غرزة أو مكان للدعارة، ومش عيب أبدا أن يكون للصلاة بغض النظر عن الصلاة دي مين فيها، أهي كلها صلاة لربنا. الحقيقة الموضوع بتاع أحداث عين شمس ده بيطرح سؤال مهم جدا. نمرة واحد، فين دور الدولة قبل ما تحدث الكارثة؟ بمعنى ان في مشروع قانون لإنشاء دور العبادة الموحد امام البرلمان المصري بقاله سنوات طويلة. فين القانون ده علشان بعد كده محدش يبقى يعني محتار في اي شيء، يبقى اللي عايز يعمل دور عبادة سواء مسجد او كنيسة يخضع لمعايير ثابتة، بيروح يقدم طلب بياخد ترخيص بناء على القانون والدستور، كلام واضح جدا، طبق القانون محدش يزعل. على كل حال انا معايا دلوقتي الاستاذ محمود مجاهد عضو مجلس الشعب عن المطريه. استاذ محمود مساء الخير. اهلا مرحب بيك يا استاذ معتز. شكرا على وجودك معايا النهارده. انا مش عارف رايك ايه القانون بتاع او مشروع قانون بناء دور عباده موحد، متهيألي يحل الموضوع صح؟ نعم سوف يحل الموضوع بالفعل. وانا اطالب السيد الاستاذ الدكتور فتحي سرور بانه يعني يتقدم بهذا المشروع على وجه السرعه. الظروف اللي حصلت بغض النظر عن يعني الاحداث اللي حصلت او سيناريو الاحداث اللي حصل امبارح بالتحديد، لانه بالنسبه لي انا مش مستغرب، ده سيناريو مكرر بقاله 30-40 سنه، بتحصل نفس المشهد كانه مسلسل بشوفه قدام عينيا. الاحداث دي ليه غايبه عن الحكومه في طريقه التعامل واداره مثل هذه الازمه؟ هو يا استاذ معتز المطريه دايما بتعيش نسيج واحد، مسلمين ومسيحيين، وهنا عائلات كلنا عايشين مع بعض، مفيش اي نوع من انواع الفتنه، الا اننا فوجئنا بمجموعه من الاخوه المسيحيين في مبنى قديم يصلون فيه دون اي يعني مفاجاه في الحقيقه. ولكن حضرتك احنا نسيج واحد وما زلنا حتى الان نسيج واحد، لكن انا اناشد مروجي الفتنه الطائفيه ان يرفعوا ايديهم عن المصريين. احنا شعب واحد وامه واحده، لكن هناك مروجي للفتنه يرفعوا ايديهم عن شعب مصر. يا استاذ محمود، مع احترامي للكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام تنظيري شويه، لان انت بتقول نسيج واحد وكل يوم والتاني فيه خناقه، يبقى ما تقوليش نسيج واحد، قول لي حكومه تدخل تعمل دورها، تعمل قوانين وتسن القوانين والتشريعات. في ناس كتير قوي بيقول الكلام ده يحصل فيه المكان ده الناس تأدي فيه الصلاه احسن ما يبقى وكر للدعاره، صح ولا غلط؟ يا فندم هذه المنطقه بالذات منطقه عائلات، منطقه عائلات لا يوجد فيها اي نوع من انواع الدعاره او مروج المخدرات. يا سيدي ما حدش بيقول انه بيوجد فيه، انا بقول لك المكان استخدم لإقامة الصلاة، بنقول إن المسألة مسألة مجازية، أفضل مكان يعني يستخدم في أي مفسدة. هذا المكان مش كنيسة، المكان ده مش كنيسة، ده مبنى قديم كان يصنع فيه ملابس نسيج. ما أنا فاهم. وصاحبه تركه فترة من الزمن. ما أنا فاهم، بس إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن يصلي فيه حد؟ نعم. إيه المشكلة إن يصلي فيه حد؟ مصنع قديم مصنع جديد. كتير يا أستاذ معتز. نعم؟ احنا عندنا كنايس كتير. لا يعني حضرتك ايه اللي مزعلك ان ناس تصلي فيه؟ لا انا مش زعلان حضرتك. امال؟
انا مش زعلان، لكن بقول فجأة ابتز الناس تصلي فيه. طب ودي حاجه تضايقك في ايه؟ تصلوا فيه فجأة. ايه اللي يضايقك في كده؟ يا سيدي انا مش متضايق، انا يا استاذ معتز قلت لك انا متضايق. امال حضرتك ليه بتقول انه مصنع ولا يمكن يتحول الى وكر وما اعرفش ايه؟ لا انا ما قلتش اتحول الى وقت، انا بقول فجأة المسلمين اللي موجودين حوالين المبنى بتاع النسيج ده لقوا ناس بتصلي وناس بتقول الترانيم القبطية او المسيحية، فدي الفجأة، المفاجأة هي فجأة الناس. يعني افرض ما هو يا استاذ محمود معلش خدني على قد عقلي شويه. اتفضل. ناس في مكان مصنع او مكان قديم او منزل مهجور او خرابه حتى يا سيدي، وناس صلت فيه، ده يضايقك او يضايق اي حد في ايه؟ ده بيصلي عشان يعبد ربنا. يا استاذ معتز ارجو ان تسمعني جيدا يا استاذ معتز. اتفضل. في مسجد بيتبني واتبنى منه دور قدام هذا المبنى، فالناس اعتبرت انه ده رد على اقامه المسجد. ما طول عمرنا يا فندم بنشوف المسجد قدام الكنيسه، ما حدش زعلان يا فندم. احنا عندنا كنايس بالثلاث اربع خمس ادوار، لكن فجأة كده قدام المسجد اتبنى الموضوع ده. طب يعني اين التصريح وفين القانون وفين الدستور؟ لابد من احترام القوانين والدستور يا استاذ معتز، احنا في دولة مؤسسات. انت هتقول لي ما انا عارف. الف شكر استاذ محمود مجاهد عضو مجلس الشعب. لابد من احترام القوانين والدستور لان احنا في دولة مؤسسات، وعشان كده بنقول لازم من قانون لبناء دور العبادة الموحد، ومحدش ابدا يزعل لان القانون هيسري على الجميع. الحقيقة في موضوع